هل ينجح لوكا زيدان في الرد على الانتقادات؟ وهل يفاجئ بيتكوفيتش الجميع أمام الأردن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي المنتخب الجزائري. قبل أن نبدأ أريد أن أوجه رسالة لكل الجماهير الجزائرية: انسوا مباراة الأرجنتين. نعم، الخسارة بثلاثية كانت مؤلمة، لكن كأس العالم لا يتوقف عند مباراة واحدة. ما زالت أمام الجزائر مباراتان مهمتان أمام الأردن ثم النمسا، وما زالت حظوظ التأهل قائمة بقوة. وفي هذا الفيديو سنكشف لكم التشكيلة المحتملة بنسبة كبيرة جدا التي قد يعتمد عليها فلاديمير بيتكوفيتش أمام الأردن، وهي تشكيلة قد تبهر الكثير من الجماهير الجزائرية بسبب الخيارات المنتظرة فيها. ومن بين الأسماء التي ستكون تحت الأضواء لوكا زيدان، الذي تعرض لانتقادات كبيرة بعد مواجهة الأرجنتين، لكنه يملك فرصة مثالية لتدارك أخطائه والعودة بقوة أمام الأردن. لذلك تابعوا معنا حتى النهاية، لأننا سنكشف التشكيلة الأقرب للواقع مع شرح الأسباب التكتيكية وراء كل اختيار، ولماذا قد تكون هذه المباراة نقطة الانطلاق الحقيقية للمنتخب الجزائري في هذا المونديال. الحديث يبدأ من حراسة المرمى، حيث تشير كل التوقعات إلى استمرار لوكا زيدان أساسياً أمام الأردن. الجهاز الفني يدرك جيداً أن الحراس الكبار يمرون أحياناً بمباريات صعبة، والأهم هو القدرة على العودة بسرعة واستعادة الثقة. أما في خط الدفاع فمن المنتظر أن يعتمد بيتكوفيتش على رفيق بالغالي في الرواق الأيمن ورامي بن سبعيني في الرواق الأيسر، بينما يتكون محور الدفاع من عيسى ماندي وزين الدين بالعيد. هذه الرباعية تجمع بين الخبرة والصلابة الدفاعية، خاصة مع خبرة ماندي الكبيرة وحضور بن سبعيني القوي على الجهة اليسرى. وفي وسط الميدان تشير التوقعات إلى الاعتماد على رامي الزروقي وهشام بوداوي وريان أيت نوري. زروقي سيكون مسؤولا عن التوازن الدفاعي وافتكاك الكرات، بينما يتميز بوداوي بقدرته على الربط بين الخطوط. أما أيت نوري فيمنح المنتخب حلولا إضافية في البناء الهجومي وصناعة اللعب. إذا وصلتم إلى هذه المرحلة من الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد عن المنتخب الجزائري. أما في الخط الأمامي فمن المتوقع أن يقود رياض محرز الجهة اليمنى بخبرته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في أي لحظة. وفي الجهة اليسرى سيكون إبراهيم مازة، أحد أكثر اللاعبين انتظارا من الجماهير الجزائرية لما يمتلكه من مهارات فردية وقدرة على الاختراق وصناعة الفرص. أما رأس الحربة فسيكون محمد الأمين عمورة، الذي يعول عليه بيتكوفيتش كثيرا بفضل سرعته الكبيرة وتحركاته المستمرة خلف المدافعين. وبحسب المعطيات الحالية فإن الخطة الأقرب هي 4-3-3 بتواجد لوكا زيدان في حراسة المرمى ورفيق بالغالي وزين الدين بالعيد وعيسى ماندي ورامي بن سبعيني في الدفاع، ورامي الزروقي وهشام بوداوي وريان أيت نوري في الوسط، ورياض محرز ومحمد الأمين عمورة وإبراهيم مازة في الهجوم. هذه التشكيلة تمنح المنتخب توازنا كبيرا بين الدفاع والهجوم، كما تسمح باستغلال خبرة محرز وسرعة عمورة ومهارات مازة. في النهاية مباراة الأردن ستكون بمثابة نهائي حقيقي بالنسبة للخضر، والفوز فيها سيعيد الجزائر بقوة إلى سباق التأهل قبل مواجهة النمسا. أخبروني في التعليقات، هل توافقون على هذه التشكيلة؟ ومن هو اللاعب الذي تتوقعون أن يكون نجم المباراة أمام الأردن؟